تشهد مدينة أكادير اليوم انطلاقة استراتيجية أمنية جديدة تعكس رؤية متقدمة للمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تحت إشراف السيد عبد اللطيف حموشي. هذه الاستراتيجية تقوم على مبدأ لا تسامح مع الجريمة، وتستجيب للتحولات السريعة التي تعرفها المدينة كقطب اقتصادي وسياحي واعد، وتلبي تطلعات المواطنين المتزايدة في الأمن والطمأنينة. تعتمد الخطة على مقاربة ميدانية دقيقة تشمل حملات أمنية مستمرة ومركزة تستهدف أوكار الجريمة، مع التصدي الصارم لجرائم المخدرات، السرقات، العنف والتشرميل، وملاحقة المطلوبين للعدالة. كما تعزز الحضور الأمني في الأحياء والمناطق الحساسة، وتوسع من التدخلات الاستباقية مع توظيف أحدث التقنيات في الرصد والمتابعة. هذه الاستراتيجية تمثل انتقالا من منطق رد الفعل إلى الفعل الوقائي، وتؤكد حرص القيادة الأمنية على حماية الحقوق والحريات في إطار دولة القانون. أكادير اليوم هي البداية، والطموح أن تعم هذه المنظومة الأمنية الصارمة كل المدن المغربية في رسالة واضحة: لا تهاونوا مع الجريمة، والرد سيكون سريعا وحازما باسم القانون. خلال هذه الاستراتيجية الجديدة يتم التأكيد على أن أمن المواطن وحماية الممتلكات أولوية لا تقبل التهاون، فالتدابير المعتمدة تسعى إلى تعزيز الثقة بين المواطن وجهاز الأمن عبر الشفافية والفعالية في التدخلات، وضمان تواجد أمني مستمر يبعث على الطمأنينة في النفوس. كما أن التركيز على العمل الاستباقي يهدف إلى منع الجريمة قبل وقوعها، ما يفتح آفاقا واعدة نحو مجتمع أكثر أمانا واستقرارا، ويعزز صورة أكادير كمدينة نموذجية في الأمن والانضباط. عبد اللطيف حموشي يضرب بقوة وتيقة مجددا من أجل محاربة الجريمة. العقوبة السرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض تعتبر سرقة موصوفة في القانون الجنائي المغربي 75 نص على عقوبات تتراوح بين السجن 10 سنوات، حبسا وغرامة ثقيلة والمؤبد أحيانا. ما رأيكم في الحملة الأمنية الجديدة؟ الحموشي في أكادير من أجل تطهير المدينة من باردين الكتاف، ولكي يوقفوا على بنادم ياخذوا له ديالو. السيد عبد اللطيف حموشي يضرب بيد من حديد على الجريمة. في أكادير حل عبد اللطيف الحموشي المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني صباح اليوم الجمعة 11 أبريل 2025 بمدينة أكادير، حيث ترأس اجتماعا موسعا جمع مختلف الأجهزة الأمنية بالجهة. ووفقا لمصادر مطلعة فإن الحموشي دعا خلال هذا الاجتماع إلى اعتماد مبدأ أمني راسخ: أنه لا تسامحني في مجال مكافحة